الفيديو دوت هيكون اغرب فيديو في السنه، لان هو هيكون اطول فيديو انا عملته في السنه، وفي نفس الوقت هنتكلم عن اقصر روايه انا قراتها في السنه. فيلا بينا نبدا. ايه الروايه اللي هنتكلم عنها النهارده؟ هي روايه دار خولة. الروايه ديت من كتابه بثينة العيسى ومن منشورات التكوين. الروايه لسه نازله من حوالي شهر او اقل من شهر، وناس كتير قرأتها، وانا قررت ان انا اقراها لان هي صغيره، حوالي 89 صفحه بالكتير قوي يعني. اول حاجه نتكلم عنها هي الغلاف. والغلاف زي ما انتم شايفين، الفكره ان هو في السمكه الحمراء ديت، وديت ليها تشبيه معين في الاخر كده، او ليها استعاره معينه في الاخر، عايزكم تتكلموا معايا فيها لان الحته ديت مهمه جدا، فهنتكلم فيها مع بعض في الكومنتات. لكن بشكل عام انا شايف ان هو غلاف عادي، ما فيهوش حاجه مميزه يعني. هي الروايه كلها بصراحه ما فيهاش حاجه مميزه قوي بالنسبه لكتابات بوثينة التانية. لو هنتكلم على الكتابات العاديه اللي احنا بنقراها في الطبيعي، فالروايه ديت نقدر نقول ان هي كويسه. لكن بالنسبه للكتابات اللي بوثينة كتبتها والحاجات اللي انا قراتها قبل كده لبوثينة، فلا، الروايه ديت اقل شويه لان هي صغيره. هي نوفيلا مش نوفل. بتتكلم بقى عن ايه الروايه؟ الروايه هي عباره عن العائله ديت مفككه نوعا ما، لان فيهم ابن. الابن دوت بطريقة أو بأخرى أمه مش مبسوطة باللي هو بيعمله، أو مش عاجبها شكله وتصرفاته وحياته في المطلق يعني. فالأم والابن دوت العلاقة بتاعتهم وحشة. ده غير إن الابن التاني يعتبر الابن المستحوذ شوية، اللي عايش مع أمه في نفس البيت في دور تاني، وبيخلي أمه ساعات إن هي تاخد بالها من أولاده وحاجات زي كده. بس علاقتهم برضو مش العلاقة القوية اللي هو مثلا تبسط الام بشكل مهم. احنا دلوقتي بنتكلم من وجهة نظر خولة، اللي هي على اسم الرواية دار خولة. فاحنا بنتكلم من وجهة نظر خولة، هي مش شايفة ان في اي حد من اطفالها بسطها بالشكل اللي هي عايزاه. طيب ايه اللي سبب اصلا المشكلة ديت؟ هنكتشف ان الموضوع دوت بسبب حوار تلفزيوني هي عملته قبل كده، واستخدمت فيه مصطلحات عربية قديمة، او مش عربية قديمة، عربية فصحى، بس من الحاجات اللي احنا ما بنبقاش نستخدمها: غوغائية وصفسطائية وليبرالية، امبريالية، توسعية، اللي هي الحاجات اللي احنا دلوقتي بنعمل عنها ميمز يعني. وكما توقعتم اتعمل عنها ميمز بالهبل. كمان عليه امهم تحولت من ان هي شخص مثقف بيتكلم عن موضوع مهم هي شايفه ان هو مهم، انت بقى يعني شوف رايك هو مهم ولا لا، الى شخص بيتعمل عليه ميمز. ده اللي عمل الشرخ في العلاقه دي. لو جينا نبص على الجزء بتاع الاستعارات، او ايه الحاجات اللي هي بتعمل عليها الاسقاطات بتاعتها، فانا هكلمكم عن وجهه نظري في الموضوع. هي عندها 3 اولاد. انا شايف ان في ولدين منهم نقدر نعمل عليهم اسقاطات مباشره على الوضع في الكويت. الولد الاول هو ناصر، وده اتولد بعد الحرب بين الكويت والعراق بسنه واحده. ونبدا ساعتها ان احنا نشوف تصرف الكويت تجاه الغازي وتجاه المحرر. الغازي اللي هو العراق، وان هم في الكويت من ساعتها علاقتها مش كويسه بالعراق، ما اعرفش لحد دلوقتي ولا لا، بس يعني لحد اجزاء معينه، مثلا لحد 2007 زي ما اتذكر في الروايه، لحد 2007 علاقتهم ما كانتش كويسه قوي بالعراق. بيبان في الجزء بتاع المدرسه، وان هم عاملين فوج لكل دوله بيعملوا استعراضات من الدوله ديت ما عدا دوله العراق. فدوت اللي بيبان. وفي نفس الوقت بيبان برضو العلاقه بين الكويت وبين الفاتح او المنقذ، اللي هو اللي جه طرد العراق من الكويت ورجع لها سيطرتها، اللي هي امريكا بمعنى اصح. فبتشوف ان برضو في وقت المدرسه دوت في 2007 هم ما عملوش استعراض لامريكا. ليه؟ لان الكاتبه زي ما قالت الكويت يعتبر بقت هي امريكا. هتشوف نظره الشعب للفكره بتاعت امريكا، والجنود بتوعها البيض الطوال اللي عينهم زرقاء، وان هو بيشوفوهم ان هم عمالقه. وان خوله نفسها اتكلمت في الجزء دوت وقالت ان انا حسيت ان جوزي بقى ضئيل قصادهم. وفي نفس الوقت هتشوف ان هم كلهم بداوا يتحولوا ان هم ياخدوا وجهه النظر الغربيه او الامريكيه ويطبقوها على الكويت. وده اللي عمل المشكله بتاعتنا الاولانيه في الجزء بتاع ناصر. المشكله بتاعت ناصر بالتحديد كانت ان هو شخص منزوع الهويه، هو كويتي بس مش مقتنع ان هو كويتي. هو اتعلم تعليم امريكاني وبيتكلم زي الامريكان وافكاره افكار امريكان، وهو مش مقتنع ان ديت مشكله. هو مقتنع ان هو احسن من اي حد تاني، لان هو شايف حاجات هما مش بيشوفوها. لو جينا نتكلم بعد كده ونقول بقى على الابن التاني اللي هو هيكون يوسف، فاحنا هنتكلم عن الابن التاني اللي الام حاولت ان هي تلحقه من جزء ان هو يقع في ناحيه امريكا، فجابته قوي ناحيه الكويت، وبقى ابن كويتي بيتكلم بلغة الكويتية عادي جدا، وبيلبس لبس كويتي وعايش حياة عادية جدا. لكن هي برضو كانت مش عاجبها الحياة ديت لأسباب شخصية هتعرفها في الرواية. فأنا شايف إن الحتة ديت أكنك بتسقط بين شخصيتين، اللي هو أكنك بتسقط على الفترة الأولانية من بعد الاستعمار العراقي على طول، وهما بيمجدوا في امريكا يعتبروا، بيخلوا كل حاجه شبه امريكا، وبيبداوا ان هم ينفتحوا بشكل كامل على امريكا في صوره ناصر. وبعد كده بيبداوا ان هم يلاحظوا ان دوت هيعمل معاهم مشاكل في صوره يوسف. الروايه كلها عباره عن تخطيط من الام لعشاء عائلي. العشاء دوت بتدعو فيه ال3 ابناء بتوعها اللي هم ناصر ويوسف وحمد،
هنشوف مين فيهم اللي هيجي ومين فيهم اللي مش هيجي، واللي مش هيجي مش هيجي ليه. وهنبدا ان احنا نشوف برضو هل النقاش اللي بينهم هيكون نقاش سهل لذيذ هيقدروا يوصلوا فيه لأرضية مشتركة او لطريقة ما ان هم يحلوا الوضع اللي هم فيه والمشكلة اللي هم فيها، ولا مش هيقدروا. الحته ديت بالذات هي اللي احنا عايزين نركز فيها بقى على السمكه، لان في اخر جزء في الروايه هيبقى فيه ظهور للسمكه ديت، وانا محتاجكم في الكومنتات لو حد قراها يقول لي ايه الاسقاط اللي انتوا شايفينه للسمكه اللي جت ظهرت في اخر صفحتين او 3 صفحات في الروايه، لان انا عندي وجهه نظر ومش عايز اقولها علشان ما نحرقش على بعض. فممكن نبدا نتكلم مع بعض في الكومنتات ونشوف الجزء ده. في النهايه انا شايف ان الروايه عاديه، مش عظيمه قوي ومش وحشه قوي بالنسبه لان هي نوفيلا صغيره اقل من 100 صفحه، فهي كويسه وطرحت برضو بعض التساؤلات اللي احنا ممكن نفكر فيها زي ما قلت لكم الجزء اللي في الاخر دوت. لكن هي مش بنفس مستوى كتابات بثينه العيسى، لان انا قرات لها السندباد الاعمى وهي كويسه جدا، احلى بكتير من ديت. وقرات لها برضو خرائط التيه، وخرائط التيه برضو احلى من دي. فلو قراتوا روايه قولوا لي رايكم فيها. وبرضو لو قراتوا اي حاجه تانية لبثينه العيسى، السندباد الاعمى او خرائط التيه، مستعد ان احنا نتناقش فيها جدا في الكومنتات. ولو قراتوا اي حاجه تانية لبثينه العيسى غير دول قولوا لي عليها ورشحوا لي حاجه كويسه اقراها بعد دار خولة. يلا اشوفكم في فيديو جاي، وان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات تانية على يوتيوب، فما تنساش تعمل اشتراك. يلا سلام. يا ابني بقى ده انا كل ما ادوس ريكورد يخرب بيك كده تيجي تضيعش الزمزمية بتاعتك تحت شباك بيتنا. انا خلاص بدأت افقد الشغف. المدارس بتخرج ليه؟ ليه ما تحبسوش العيال دي طول حياتها في المدرسة ونخلص؟